معاكم قناة أكل وقصة. لو أول مرة تشوفوني متنسوش تعملوا لايك سبسكرايب وشير. هنعمل مع بعض النهاردة حلوى المطاطية. هنعملها على شكل سباكيتي أو شرايح أو شكل تعبان. شوفوا انتوا بتسموها بإيه في كل بلد. هنعملها بطريقة سهلة جدا وبسيطة خالص، زي ما انتوا شايفين كده بنقطعها بسهولة وبتطلع معانا رفيعة ومطاطة وجميلة جدا 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 جدا، وبتعجب الأولاد جدا. أنا بنتي عن نفسي قعدت تاكلها على طول وانبسطت بيها جدا جدا جدا. هتعجبكم أوي وهينبسطوا بيها أولادكم جدا. زي ما انتوا شايفين كده بنقطعها شرايح رفيعة جدا وبتطلع حلوة أوي أوي أوي. لو مش عندك القطاعة دي ممكن تقطعيها بالسكينة، بس هتبقى بالقطاعة دي سهلة. شايفاها بتمط ازاي وجميلة معاكي، بتروح وبتيجي كده وبتمط وجميلة. هتعجبك طعمها جدا. جربيها على ضمانتي وقولي لي كمان الأولاد عجبهم ولا لا. زي ما انتوا شايفين كده أنا قطعتها وريتها لكم اهو في أول الفيديو. هنعمل لونين، هنعمل باللون الأحمر بطعم الفراولة، وهنعمل اللون البرتقاني بطعم المشمش. وانتوا شوفوا أولادكم بيحبوا طعم ايه واعملوها زي ما هما بيحبوا بالظبط. يلا بينا بقى نشوف الطريقة مع بعض. الأول بس هوريكم أول خطوة مهمة جدا 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 عشان طعمها يبقى جميل جدا. زي ما انتم شايفين كده أنا قطعتها. هحط عليها في التقديم سكر محطوط عليه ملح ليمون. هنجيب معلقتين سكر وهنحط عليهم نص معلقة ملح ليمون وهنضربهم في الكبة. وبعد كده هنرشهم عليها وقت التقديم. بتدي طعم مزازة كده ولسعة كده جميلة جدا جدا جدا. اللي مجربينها وموجودة في السوبر ماركت والعيال بتتجنن عليها هتلاقوها نفس الطعم بالظبط. جربوها وقولوا لي رأيكم كمان في الكومنتات تحت. يلا بينا بقى نشوف الطريقة ازاي. معايا هنا معلقتين كبار جيلاتين، وهحط عليهم معلقتين كبار مية. دي أول خطوة هنعملها، وهنسيبها مدة 10 دقايق أو 5 دقايق. هتلاقيها بتتماسك جدا معاكي، بس 10 دقايق للأضمن يعني عشان خاطر تاخد وقتها معاكي. هنقلبهم مع بعض ونسيبهم على جنب. شايفين المكونات سهلة ازاي؟ الجيلاتين بيتباع في السوبر ماركت، هتلاقيها في قسم العطارة. يعني حاجة بسيطة جدا ومش بتكلف كتير. هنجيب بقى طاسة وهنحط فيها نوع الجيلي اللي احنا بنحبه. شوفوا انتوا اولادكم بيحبوا ايه. وطبعا حلو قوي الموضوع بتاع الالوان. جيبوا جيلي احمر، جيلي اخضر، جيلي اصفر، جيلي اورنج، وشوفوا اولادكم بينجذبوا لاكتر لون ايه واعملوه. هجيب بقى انا هنا كيس الجيلي اللي بيتباع في السوبر ماركت عادي، وهحط عليه نص كوبايه ميه واحطه على النار. انا عايزاه بس يدوب مع بعضه، ومش عايزاه يبدا يغلي، يا دوبك بس يغلي غلوه واحده. وهنبدأ نطفي عليه ونحط عليه جيلاتين. زي ما انتم شايفين كده سهل جدا. ده جيلي المشمش. بيبقى لونه برتقاني جميل جدا وطعمه حلو قوي، وبنصحكم ان انتوا تجربوا. زي ما انتم شايفين كده اول ما بدأ يغلي معايا زي ما انتم شايفين كده هطفي النار وهنزل عليه بالجيلاتين. بالحرارة بتاعته الجيلاتين هيفك معانا. شايفة الجيلاتين بعد 10 دقايق حصل له ايه؟ بقى قطعة واحدة متماسكة. لو ما بقاش متماسك معاكي بالمنظر ده يبقى هو لسه محتاج وقت. هنبدأ ندوبه مع بعض. ما بياخدش وقت كتير خالص، والوصفة دي سهلة خالص. 5 دقايق بالظبط هتخشي في المطبخ تخلصيها وتعمليها، وولادك هياكلوها في نفس اليوم ان شاء الله، بعد ما تخش في التلاجة وتسقع حبة. زي ما انت شايفة كده انا بدوب الجيلاتين اهو على سخونية النار. طبعا النوع الحلوى المطاطية دي كانت بتلفت نظر كل الأطفال واحنا صغيرين. أنا كانت على نفسي كنت بروح سوبر ماركت كبير. الناس اللي هنا في اسكندرية يبقوا عارفينه، فاسمه فتح الله. كان زمان موجود كده بس كان صغير شوية. وكان بيبقى فيه قسم كامل من الحاجات الحلويات اللي من النوع ده. طبعا كانت أسعارها حنينة شوية. دلوقتي الأسعار بقت غالية جدا جدا جدا، وأقل كيس من دول بيبقى ب5 جنيه ومفهوش إلا حاجتين تلاتة، يعني الواحد بيلحقش يدوقهم. طبعا انت لو عملتيها كده هتعملي كمية حلوة. الكمية اللي أنا عاملاها دي عاملة كيسين جيلي. زي ما انت شفتي الكمية اللي أنا وريتها لك في أول الفيديو دي كيسين. ممكن تعملي كيس واحد تجربي فيه وتشوفي ردود أفعال ولادك عليه. أنا هنا هجيب علبة على شكل مربع. ما عندكيش علبة، عندك قالب حلو قوي. اي حاجة على شكل مربع علشان تقدري تقطعي، على شكل مستطيل قصدي، عشان تقدري تقطعي بكل سهولة.
دهنتها انا بالزيت علشان ما يمسكش فيها ونقدر نطلعها بسهوله. زي ما انت شفتي في اول الفيديو، انا على طول حطيت ايدي طلعت معايا كتله واحده متكامله، سهله جدا ما بتتقطعش معاكي وزي الفل. هنسيبها على الرخامه لمده 10 دقايق. بعد ما نسيبها على الرخامه 10 دقايق هتلاقيها 10 دقايق لربع ساعه هتلاقيها بدات تتمسك شويه والحراره بتاعتها هديت. اهم حاجه ما تدخليهاش التلاجة غير لما حرارتها تهدى. هندخلها التلاجة من 4 ساعات لممكن ليله كامله. الافضل ان انت مثلا تدخليها ليله كامله. لو انت مستعجله عليها 4 ساعات او 3 ساعات بالظبط، وممكن تطلعيها وتقطعيها وتبداي تاكليها. بس ليله كامله عشان تبقى متماسكه وحلوه مع الاطفال. انا هنا جبت في الكبه معلقتين كبار سكر، وحطيت عليهم نص معلقه ملح ليمون، علشان يدي المزازه والطرقعه اللي بتبقى في البق دي اللي بتبقى موجوده في الجاهز، ويبقى طعمه حلو قوي قوي قوي. زي ما انت شايفه انا طحنتها كده. هبدا اقطع معاكي. هنا بعد ما عدت 4 ساعات الجيلي الاورنج اللي احنا عملناه مع بعض هتشوفيه كده بكل سهوله. بصي شايفه بعمل بايدي كده بتنفصل عن العلبه بكل سهوله، وبتطلع معاكي كتله كامله شكلها متماسك زيها زي مثلا القالب بتاع قمر الدين. هتلاقيها متماسكه كده وماسكه نفسها وجميله وبتمط معاكي وبتروح وبتيجي. اهم حاجه تقطعيها رفيع، عشان كل ما تقطعيها رفيع كل ما يبقى شكلها حلو وشكلها زي الجاهز بالظبط. صدقيني لو عملتيها مرة لولادك هتلاقيهم بيطلبوها منك على طول. شكلها حلو وجميلة ومش مكلفة خالص. والجيلي علبة الجيلي مش غالية في السوبر ماركت بالنسبة للأسعار اللي احنا بنشوفها في الحلويات دي. لا، ما تعتبرش غالية وما تعتبرش الوصفة دي مكلفة بالنسبة لك، لأن انت هتاكلي وهتستمتعي انت وولادك وكل أفراد أسرتك وبراحتكم، وتاكلوا الأطعمة اللي انتوا بتحبوها وكمان لون حلو، وانت ضامنة كمان ايه اللي محطوط فيها وشكلها حلو وما حطيناش فيها مواد حافظة ولا أي حاجة. كلها ايه حاجات مستخدمينها من البيت. زي ما انت شايفه كده مقطعها رفيع كده وبتطلع معايا شكلها عامل زي التعبان كده وبتمط وبتروح وبتيجي وهتعجبك جدا. جربوها وقولوا لي رايكم في الكومنتات تحت. وفي انتظار تعليقاتكم، في انتظار ارائكم، وقولي لي عجبت ولادكم ولا لا. وقولي لي لو انتوا بتحبوا النوعيه دي من الفيديوهات، عشان انا لو انتوا بتحبوها نزود لكم منها. وانتظروني في وصفات اخرى. السلام عليكم.